أوقات الرسالة بتيجي لحد عندك وما بتشوفهاش. مش صدفة إنك تسمعني دلوقتي، ممكن تكون بالنسبة لك مش مترتبة. كل شيء بيوصل لك مقصود، ولو ركزت شوية هتكتشف إنها رسالة تخصك. رسالة تخصك مع عمرو منتصر على نغم FM. أخبارك إيه مع الصدقة؟ ممكن أقولك على نوع من أنواع الصدقات مش كتير يعرفوه. طول عمري فاهم إنه الصدقة هي الفلوس اللي بنديها للمحتاجين، لكن عرفت إن الصدقة في الحقيقة شيء أكبر من كده بكتير قوي. وأولها صدقات مش مكلفة خالص، لكن أثرها كبير جدا. تعرف إنك لما ترفع تليفونك وتكلم حد من قرايبك كبير في السن أو محدش بيسأل عليه، دي تبقى صدقة كبيرة جدا، لأنه هيتبسط جدا إنه حد فاكره مش علشان عايز منه حاجة، وإنت كده بتتصدق بالاهتمام. لما تسمع عن مشكلة لحد من معارفك فتكلمه في التليفون وتقول له أنا معاك، ما تقلقش، إن شاء الله هتبقى كويس، لو حتى بالكلام، فأنت كده بتتصدق بالأخوة، وإنك تقف جنبه، وإنك تديله دعم حتى لو مش هتعمله حاجة. لواحد يمكن محتاج الكلمتين دول أكتر مما تتخيل. واوعى تقول ده لا بلاش، أصل ده هيديني طاقة سلبية. لا، ده مش حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لما تقابل حد مش مهندم وتحس إنه مش واثق من نفسه، فتديله كلمتين كده تحسسه إنه ليه قيمة كبيرة، دي صدقة من الصدقات الكبيرة جدا. تعرف إنك لما تدوس لايك لواحد صاحبك على صورته ممكن تبقى صدقة؟ لما تجبر بخاطره وتحسسه إن هو شكله كويس، أو تحسسه إن أنت مهتم فتخليه مبسوط ولو ل5 دقايق. تعليق منك على صورة حد محدش علق على صورته بكلمتين حلوين تخليه يحس إنه محبوب، صدقة برضو. تخلي حد يثق في نفسه ويتبسط إنه حد مهتم بيه. حتى رفعت إيدك بالسلام على العسكري اللي واقف في خدمته في عز الشمس، وإنك تحسسه إنه بيعمل عمل غالي وإن أنت بتقدره وبتقدر اللي بيعمله، صدقة كبيرة جدا. وعلى فكرة ممكن تهون عليه الوقفة اللي واقفها دي كلها. ابتسامتك لما تكون سايق عربيتك أو حتى ماشي على رجلك وتشوف عامل راكب على ظهر عربية نقل، فيحس إنك حاسس بيه، مش أنت في عالم وهو في عالم. كل الحاجات دي صدقات يمكن إحنا ما بناخدش بالنا منها. الكلمة بتحرك الجبال وبتغير كتير في حياتنا، وحسن استخدامك ليها بحر من الصدقات. وناس كتيرة جدا بيتأثروا وبيتغير أحاسيسهم وبتتغير أحوالهم النفسية من كلمة أنت قلتها أو كلمة استخدمتها في مكانها، فخليت واحد يتبسط حتى لو كلمة بسيطة قوي. ولعل كلمة أحسن الظن بالله تقولها من غير ما تاخد بالك، تحول بيها حياة شخص للأحسن قبل ما يوصل لليأس. فإما إنه يذكرها لك في الدنيا ويقولك أنت وقفت في يوم من الأيام جنبي وقلت لي حاجة تفرحني بيها، أو يذكرك بيها أمام ربنا يوم ما تتعرض الأعمال، وساعتها كلمة أنت قلتها بصدق لواحد مش مستني منه حاجة تكون سبب إنه ربنا يرحمك بيها ويدخلك الجنة. الصدقات كتيرة جدا، أولهم استخدامك لكلام طيب للناس اللي حواليك. ودي رسالة النهاردة ليك: إياك والمخيلة على خلق الله حتى لا يعافيهم الله ويبتليك. عمرو منتصر. كنتم مع رسالة تخصك مع عمرو منتصر على نغم FM.